بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. إزاي أغفر لنفسي أخطائي في الماضي؟ إزاي أكون بمارس الغفران على نفسي؟ لأن أنا اكتشفت إن أنا لو ما مارستش الغفران على نفسي الأول واتعلمت إن أنا أغفر وأسامح لنفسي، مش هعرف إن أنا لا أغفر ولا أسامح الآخر. بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى، أنا كنت محتاج إن أنا أحكي لكم قصة حصلت معايا، وبعد كده ندخل مع بعض وإزاي نغفر لنفسنا أخطاء الماضي. اللي ألهمني إن أنا أتكلم في الموضوع ده طبعا هو أولا بفضل الله، لكن حصل معايا موقف مؤخرا خلاني عيني تتفتح إن أنا لا أغفر لنفسي أخطائي بسهولة. اللي حصل إن أنا عملت حاجة كل الأمهات ما بتحبهاش وما بتفضلهاش، ألا وهو إن أنا كنت قاعد في الصالة، فكنت قاعد باذاكر بفضل الله، وبعد كده حسيت إن المذاكرة عملت لي ضغط نفسي معين. المهم إن أنا حسيت بعدها إن أنا محتاج أجيب ورق أنا كاتب فيه حاجات قديمة وعايز أتخلص من الورق ده وأحرقه. فوأنا قاعد في الصالة جبت الكروانة، بجد أنا عملت كده، جبت الكروانة وحطيتها على السجادة وحطيت الورق جوه الكروانة ورحت جاي مولع في الورق. فاللي حصل ان الكروانة اتحرقت ونزلت كل البلاستيك بتاعها على السجاد، فحرقت السجادة من النص. طبعا قصة حزينة. اللي حصل طبعا ان ماما طلعت مصدومة ومتفاجئة، وانا كنت في نفس الوقت مصدوم ومتفاجئ. المهم ان انا قعدت انب نفسي جامد قوي، قعدت انب نفسي كتير، فقررت ان انا هنزل الشارع واغير وافك عن نفسي. فركبت ميكروباص وقاعد بقى قلت اروق على روحي واقعد قدام وبتاع جنب السواق. فالمهم ان الراجل كان عايز يفك فلوس معاه السواق، فراح بيديله للسواق التاني بيديله فكة 100 جنيه، فقال له فكها لي. فهو اداله الفكة وبعدين قال له على فكرة انا مديها لك 120. فضحك. فبعد كده واحد من الركاب قال له هو في حد بقى دلوقتي بيدي فلوس زيادة؟ فراح السواق قال له جل من لا يسهو. وبعدين كملنا طريقنا ومشينا، كملنا يعني. المهم إنه أنا حسيت إن الجملة دي كانت إشارة ليّا بفضل الله، إنه مين ما بينساش ومين ما بيغلطش وما فيش حد بيتكبّر على الغلط، وإنه مهما كنت حريص ومهما كنت بتحسبها ومهما كنت كبير في السِن وعندك خبرات وعندك يعني عندك أفكارك وعندك وكبير في السِن وفاهم كل حاجة في الدنيا زي ما أنت بتقول إنك فاهم كل حاجة في الدنيا، هتلاقي نَفْسك إنك ممكن تغلط غلطات طفولية جدًا. فالموقف ده علمني بجد كتير جدا. الفكرة ان انا قعدت اقول ده انا حد ذكي جدا، ازاي اغلط غلطة زي دي؟ ازاي احط الورق واولع بالولاعة واحرق السجاد؟ ازاي اعمل ده؟ انا شخص اذكى من ان انا اعمل حركة زي دي. بعد كده طلع لي صوت جوايا وقال لي مين قالك كده؟ مين قالك انك اذكى؟ مين قالك انه الغلطات ليها عمر معين وليها سن معين؟ فاكتشفت ان انا حتى غلطاتي بانقد نفسي عليها، انه انا لازم اغلط الغلط ده علشان انا في السن ده، لكن ما ينفعش اغلط الغلط ده علشان انا مش في السن ده. فانا ده الهمني انه احنا كلنا بنعمل كده مع نفسنا، كلنا بنغلط غلطات ممكن تكون طفولية جدا ونقول ازاي غلطنا الغلطة دي، احنا اكبر من كده، احنا انضج من كده، احنا اوعى من كده. فاللي اكتشفته ان احنا كلنا جوانا طفل، وكلنا اوقات طفلنا بيسوقنا، واوقات كتير الطفل ده بيخلينا نعمل غلطات، ومحتاجين ان احنا نسامح طفلنا الداخلي، ومحتاجين ان احنا نسامح نفسنا مهما كانت الغلطات طفولية وما ينفعش ان هي تطلع من ناس كبيرة زينا. فقررت ان انا بقى اغفر لنفسي واسامح لنفسي، ومن هنا جاء الموضوع اللي انا جاي اتكلم معاكم فيه. ازاي اغفر لنفسي اخطائي بتاعة الماضي اللي انا عمال انقد نفسي وأأنب ضميري عليها. بس قبل ما اجاوب على السؤال ده بقى، خليني اسلم عليكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيدهم. ويلا بينا، وما تنساش ان انت تعمل لايك. طيب، اول حاجة او اول خطوة انا محتاج ان انا اعملها علشان اتعلم اغفر لنفسي، ان انا محتاج اعرف مشاعري.
أنا محتاج إن أنا أقعد مع مشاعري، أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ إيه هي المشاعر اللي متحكمة فيّا دلوقتي؟ غضب، خزي، عار، إحراج، حزن، إيه المشاعر اللي أنا حاسس بيها دلوقتي؟ ولمّا أقعد مع المشاعر دي أحاول إن أنا ما انقدش نفسي عليها وأقعد أأنِّب نفسي وأأنِّب ضميري عليها، بل بالعكس أسمح لإن أنا أكون حاسس المشاعر دي، وهيعدّي يومين أو 3 وهالاقي نفسي إن المشاعر دي بدأت تهدى، لكن ما انقدش نفسي على المشاعر اللي أنا حاسسها ومش عاجبني إن أنا حاسسها. ثانيًا أنت محتاج تعترف إن أنت أخطأت، محتاج تقول لنفسك بصوت عالي يا سلام أنت أخطأت، أخطأت لمّا رُحت وجبت الكروانة وحطيتها على السجادة وحرقت السجادة وحرقت الكروانة. ولو أنت مش قادر تعترف لنفسك دَوّر على حد واعترف له، اعترف له إنك أخطأت، إنك عملت حاجة غلط. ليه؟ لإن أول طريق من إن أنت عشان تغفر لنفسك إنك محتاج تعترف إنك أخطأت، عشان بعد كده تتحمل المسؤولية، وبعد كده تمشي في طريق الغفران وفي طريق إن أنت تطوّر من نفسك وتكون أكثر نضج. محتاج تتصالح مع فكرة إن أنت بتخطئ، وإن مش معنى إنك أخطأت إنك قليل، ولا إنك ضعيف، ولا إنك لا تستحق، ولا إنك مش ذكي، ولا إنك غبي. محتاج تشوف إن الأخطاء هي بتكون فرصة للتعلم، فرصة للنمو، فرصة للنضج. فمحتاج إن أنت تصيغ تاني أو تعمل إعادة ترجمة لكلمة أو معنى الخطأ جواك، إنك أنت لما تخطئ ما تقولش إنك فاشل، ولكن تقول دي فرصة للتعلم وللنضج، أعرف حاجة عني وأصلحها وأحاول إن أنا أغير منها. لما تعمل خطأ ما تستناش إن أنت دايما تكون عارف إزاي تصلحه دلوقتي، وإزاي تترجم معناه دلوقتي، وإزاي تفهم الدرس دلوقتي. أوقات كتيرة إحنا ممكن نعمل أخطاء وما نكونش عارفين إيه هي الدروس المستفادة منها وإزاي نصلحها. فلما تعمل خطأ وتلاقي نفسك إنك مش عارف تصلحه، مش عارف تعمل إيه، ادي لنفسك فرصة إن أنت تهدى وإن الوقت يعدي، وبعد كده مع الوقت هتلاقي نفسك عارف تصلح اللي حصل، وعارف تعرف إيه هي الدروس المستفادة من ورا الخطأ ده. اللي بيخلينا إن إحنا نكره الخطأ وإن إحنا نعمل خطأ إن إحنا بيكون جوانا inner critic، يعني جوانا بيبقى نقد داخلي. دايما بننقد نفسنا على الأخطاء اللي بنعملها، دايما بنقول كلام سلبي، أنت غبي، أنت مش أحسن حاجة، أنت لا تستحق، أنت إزاي بالطفولية دي، أنت قليل، أنت كذا، أنت كذا. حاول إن أنت عشان تغفر لنفسك وتمشي في طريق الغفران إنك تغير الديالوج اللي جواك، المحادثة اللي جواك. بطل تقول لنفسك إنك غبي، بطل تقول لنفسك إنك لا تستحق، بطل تقول لنفسك إنك مش أحسن حاجة، بطل تقول لنفسك الكلام السلبي، لأنه ده شكل من أشكال الإساءات اللي حصلت لنا زمان. إن زمان إحنا أهالينا لما كنا بنخطئ ما كانوش بيقولوا لنا كلام داعم، ما كانوش بيقولوا لنا كلام محب، ما كانوش بياخدونا في حضننا ويقولوا لنا عادي ما فيش مشكلة إنك تخطئ، بل بالعكس كانوا بيقولوا لنا كلام سلبي، كانوا بيقولوا لنا كلام ناقد، مش بهدف ممكن إن هم يجرحونا، لكن بهدف إن هم مش عايزيننا نخطئ تاني، لكن اتعاملوا معانا بشكل سلبي. فبالتالي بقينا بنتعامل مع روحنا ومع نفسنا بشكل سلبي. اللي بيخليك ان انت لا تغفر لنفسك اخطائك بتاعة الماضي ان انت ما لقيتش في حياتك الناس اللي بيعطوك الرعاية اللي هم اهلك في الطفولة، كانوا بيدولك الغفران وكانوا بيدولك التسامح. يعني انت ما تسامحتش زمان، ولذلك لما كبرت انت بقيت لا تسامح نفسك ولا تسامح الآخر. فانت محتاج ان انت اللي ما تمارسش عليك زمان انت تبدأ ان انت تكون بابا وماما لنفسك، وان انت تغفر لروحك وان انت تغفر لنفسك. يعني انا لما لما وقعت البلاستيك، لما حرقت السجادة، عملت ايه؟ برافو عليك يا سيكا، خلاص مفيش مشكلة، حصل خير، فداك ألف سجادة. انت صحتك ونفسيتك أهم من أي حاجة، وتحضن نفسك وتقرر ان انت تكون رحيم على نفسك، وان اللي ما حصلش معاك زمان من أهلك
تقرر ان انت تتحمل المسؤولية، وان انت اللي تديه لنفسك وما تستناش ان حد هو اللي يديهولك. اغفر لنفسك لو انت زمان محدش غفر لك. خلاص انت عرفت الغلط وعرفت ايه اللي المفروض ان انت تعمله، اغفر لروحك الغلط ده. وكل ما تجيلك فكرة وتقولك انت غلطت، حاول ان انت تبعد الفكرة دي عن تفكيرك. خلاص انا غلطت، طيب ايه الحاجة اللي انا اقدر اعملها دلوقتي؟ ازاي اصلح الغلط دلوقتي؟ لو قادر في حاجة اقدر اعملها واصلحها اعملها. لو في حاجة ما اقدرش ان انا اعملها، خلاص انا ما اعملش حاجة لو ما فيش حاجة بايدي. لكن لو في حاجة بايدي، اتحمل المسؤولية واخد القرار ان انا ابدأ اغير، وان انا ابدأ اعمل خطوات علشان اصلح اللي انا عملته بقدر المستطاع وبرحمة وبحنية على نفسي وعلى الاخر. اوقات كتير بنكون فاكرين ان احنا عندنا القدرة على السيطرة على كل حاجة، وان طول ما انا مركز المفروض ان انا عارف اتحكم وسيطر على كل حاجة. لكن الحقيقة ان اوقات كتيرة ربنا بيسمح لينا ان احنا نخطئ، وبيحطنا في مواقف عشان نخطئ، وبيحط الآخرين في حوالينا عشان يخطئوا، علشان عايز يوريلنا حاجة، علشان عايز يعلمنا حاجة. ربنا عايزنا نخطئ، ربنا عايزنا نغلط، لأنه هو ربنا عارف إن البني آدم أصلا بيخطئ. الكون ده كله خلق لما نزل سيدنا آدم على الأرض عشان هو أخطأ، عمل غلط. ولكن الفكرة مش إن أنت تخطئ، مش ده الحرام ومش ده الغلط، لكن الفكرة إن أنت تتزايد في الغلط. والفكرة إنك بعد ما تخطئ ما تعتذرش، أو بعد ما تخطئ ما تستغفرش. الفكرة كلها إنك محتاج بعد ما تخطئ إن أنت تصلح الخطأ وتحاول إن أنت ما تعملوش تاني، لكن لا تجلد ذاتك. ليه؟ لأن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا مش بيأنب ضميرك، فانت ما تأنبش ضمير نفسك. اوقات كتيرة برضو لما بنخطئ بنقعد يجيلنا حالة من الهوس، اللي هو ازاي انا غلطت، ازاي انا عملت كده، ازاي حصل كذا، ازاي. لما تخطئ بطل تقول ازاي، قول، بطل تقول ازاي ده حصل، لكن قول ازاي انا هصلح ده، ازاي انا هغير من نفسي عشان ما اخطئش الخطأ ده تاني. فحاول ان انت ما تفكرش في الماضي، ولكن دايما يكون تفكيرك لما تخطئ في الحاضر وفي المستقبل. ازاي انا هغير من نفسي دلوقتي، او ازاي انا مش هغير، يعني مش هسمح للي قدامي ان هو يغلط في حق تاني، وهكذا. فانا محتاج ان انا ابطل اقول ازاي ان ده حصل في الماضي، ومحتاج افكر في المستقبل. خليك عارف ان الغفران بيحصل اول ما بتقول حصل خير. اول ما بتقول حصل خير واللي حصل حصل، وبتقرر ان انت تطلع لقدام، وبتقرر ان انت تكمل لقدام وتزق لقدام، وتقرر ان انت تترك الماضي، اعرف على طول ان الغفران بدأ يحصل. يعني من الاخر كده، كل ما انت بقيت اقل تمسك بالماضي، وكل ما انت بقيت اكثر تركيز في اللحظة وتغيير في اللحظة، اعرف انك ماشي في سكة الغفران. دايما يقولك ان الغفران ده عبارة عن شعور، اصل ده شعور الغفران، اصل ده شعور التسامح. خليني اقولك المفاجأة، ان الغفران هو فعل وليس شعور. بمعنى انك بتشتغل على نفسك، وبتشتغل بتعمل اكشنز، بتعمل افعال، فالغفران بيبدأ ان هو يحصل. وخليك عارف ان الغفران مش مرتبط بالماضي، يعني انت مش محتاج تصلح حاجة في الماضي، او انت محتاج تغير شخص في الماضي. لكن الغفران هو دايما عمل مرتبط بالمستقبل. في معتقدات خاطئة دايما بتتقال لنا عن الغفران، اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا ان انت لما بتغفر لنفسك او بتغفر للاخر، انت كده بتدي لنفسك مبررات عشان تأنتخ، وبتدي مبررات للاخر عشان يغلط تاني في حقك. الكلام ده مش مظبوط. وكمان بيقولك ان انت الغفران معناها ان الحدث يتعمل له ديليت، يتمسح من دماغك. الكلام ده مش حقيقي. الغفران مش معناها ان انت ما تفكرش في الحدث، ومش معناها ان انت تنسى الحدث. الغفران ان انت تشتغل على نفسك في اللحظة وفي المستقبل، علشان الحدث ده ما يتكررش تاني، وتعرف الدروس اللي وراه وتتعلم الدروس
اللي انت المفروض تتعلمها في الموقف. يعني من الاخر كده الغفران هو محاولة دائما من ان انا بعد ما اخطئ ما اقعدش افكر في الخطأ ازاي حصل، ولكن اقعد اقول ازاي ان انا اصلح من الخطأ ده. الغفران مش مرتبط بالماضي، الغفران مرتبط بالمستقبل. الغفران مش معناها اني هنسى اللي حصل واني مش هفكر فيه تاني. الغفران هو ان انا اعرف الدرس من ورا اللي حصل واشتغل على نفسي واطور من روحي. فاسمح لنفسك تخطئ، واسمح لنفسك انك تغفر لروحك. انا كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة علشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. كان معاكم سلام سعد، وتابعوني.